أهلا بكم فقناتكم. جدل كبير في نهائي مدريد وبرشلونة أثارت لقطة في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي لقمة برشلونة وريال مدريد، جدلا واسعا بين جماهير الفريقين. وفي اللحظات الأخيرة للقاء تعرض نجم برشلونة البرازيلي رافينيا للإعاقة في منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء فورا، قبل أن تندلع الاعتراضات الكبيرة بين نجوم ريال مدريد. وبعد الذهاب لتقنية الفيديو قرر الحكم إن رافينيا قام بالتمثيل خلال التحامه مع المدافع أسينسيو. بعدها وبينما الساعة تشير للدقيقة 22 من زمن اللقاء، قرر الحكم منح رافينيا بطاقة صفراء وإلغاء ركلة الجزاء وسط اعتراض لاعبي برشلونة. وبالرغم من انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، إلا أن الجدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي حول ركلة الجزاء. وانقسمت الآراء حول ركلة الجزاء، حيث أظهرت إحدى الإعادات إعاقة صريحة، بينما أظهرت أخرى لحظة قفز رافينيا للتمثيل. وبدت الإثارة كبيرة بين جماهير الفريقين، حيث تداولت جماهير برشلونة مقطع فيديو يظهر فيه البرازيل رافينيا وهو يتسلم التعليمات من مدرب الفريق خوسيب غوارديولا، قبل أن يحاكي اللاعب البرازيلي حركة التزوير داخل منطقة الجزاء مستفيدة بخطة مدربه. وأكدت تلك اللقطات على الدور الفيتشانجي لخوسيب غوارديولا في إلغاء ركلة الجزاء التي أثار جدلا كبيرا بين جمهور الفريقين. من جانبهم، أكد مدرب برشلونة في تصريحاته عقب اللقاء أن الحكم لم يكن يضطر لاتخاذ هذه القرار، لافتا إلى أن زميله رونالدينيو كان واضحا تماما، وأن الأفضل كان التعادل 2-2. من جهته، أبدى البرتغالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بتحقيق التعادل، مشيرا إلى أن فريقه سيواجه نهائي كأس ملك إسبانيا بإثبات الشخصية وقدرة على إحراز أهداف من أي فريق. وفيما يلي لقطات من اللقاء.